نقوم بعمل عقدة بداية هكذا، ثم نرتفع ب20 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. هنا ارتفعت ب20 سلسلة. الآن سأرتفع ب1 2 3 سلسلة، ألف الخيط ثم أدخل الإبرة في السلسلة الرابعة. هنا أسحب ثم أسحب من جميع الحلقات، أي غرزة نصف عمود. في السلسلة الموالية أيضا غرزة نصف عمود. في السلسلة الموالية أيضا سنشتغل نصف عمود. ثم في الغرزة الموالية أيضا نصف عمود. في هذا السطر سنشتغل فقط بغرزة النصف عمود. سوف نواصل بتكرار نفس الغرزة إلى أن نصل إلى نهاية السطر. وصلنا إلى نهاية السطر، سنرتفع ب1 2 3 سلسلة، ثم نقلب الشغل هكذا ونلف الخيط مباشرة. في أول غرزة تقابلنا نلف الخيط لفتين حول الإبرة، ثم مباشرة في أول غرزة تقابلنا هنا سنشتغل عمود بلفتين، نسحب ثم نسحب من حلقتين، ثم نسحب من حلقتين، ثم نسحب من حلقتين، نلف لفتين حول الإبرة ونشتغل العمود الثاني. ندخل الإبرة هنا في الغرزة الموالية، نسحب ثم نسحب من حلقتين، ثم نسحب من حلقتين، ثم نسحب من حلقتين، نلف لفتين حول الإبرة ونشتغل العمود الثالث. في الغرزة الموالية ندخل الإبرة ونسحب، ثم نسحب من حلقتين، ثم نسحب من حلقتين، ثم نسحب من حلقتين. اشتغلنا 3 أعمدة بلفتين. الآن سوف نلف الخيط ونسحب قليلا هكذا، ثم سنشتغل هنا في هذا الفراغ، نسحب 1 هكذا، نلف الخيط، ثم 2 3 4 5 ثم مباشرة في الغرزة الموالية ندخل الإبرة هنا، ثم نسحب هكذا، نلف الخيط حول الإبرة، ثم نسحب من جميع الحلقات بهذه الطريقة، ونأتي إلى
ننتقل مباشرة إلى الغرزة الموالية، ندخل فيها الإبرة هكذا، نسحب الخيط ثم نشتغل 1 2 3 سلسلة، ثم نلف الخيط ونسحب من الحلقتين. الآن سنشتغل 3 أعمدة بلفتين، نلف الخيط مرتين. في الغرزة الموالية سنشتغل عمود بلفتين، الأول، ثم في الغرزة الموالية عمود بلفتين الثاني، ثم عمود بلفتين الثالث، هكذا. الآن نسحب سحبة خفيفة هكذا، ثم نلف الخيط وندخل الإبرة هنا في هذا الفراغ، ثم نسحب 1 2 3 4 5. ننتقل إلى الغرزة الموالية، ندخل الإبرة هنا ثم نسحب، نلف الخيط ونسحب من جميع الحلقات هكذا، ثم ننتقل إلى الغرزة الموالية مباشرة. هنا ندخل الإبرة ثم نسحب هكذا ونرتفع ب1 2 3 سلسلة، ثم نسحب من حلقتين هكذا، ثم سنشتغل 3 عمود بلفتين مجددا، العمود الأول، العمود بلفتين الثاني، العمود بلفتين الثالث هكذا. ثم سوف ندخل إبرة ونسحب 1 2 3 4 5 مرات، ثم مباشرة في الغرزة الموالية ندخل الإبرة ثم نسحب هكذا، ثم نسحب من جميع الحلقات، وننتقل مباشرة إلى الغرزة الموالية، ندخل الإبرة هكذا، نسحب الخيط ثم نرتفع ب1 2 3 سلسلة، ثم نسحب من حلقتين هكذا إلى نهاية السطر. وصلنا إلى نهاية السطر، قمنا بعمل 5 لفات. الآن ندخل الإبرة مباشرة هنا، ثم نرتفع ب1 2 3 ونسحب من حلقتين هكذا، أصبح شكل الغرزة. الآن سنرتفع ب1 2 سلسلة، ثم نقلب الشغل هكذا،
نشتغل في هذا الفراغ هنا غرزة نصف عمود في غرزة عمود الموالية، نصف عمود في الغرزة الموالية، نصف عمود في الغرزة الموالية أيضا نصف عمود، ثم نصف عمود، ثم في هذا الفراغ نصف عمود. في هذا السطر سنشتغل فوق كل غرزة وفي كل فراغ سنشتغل غرزة نصف عمود، سنقوم بالتكرار فقط. سنواصل إلى نهاية السطر. وصلنا إلى نهاية السطر، آخر غرزة لدينا هنا سنشتغل فيها غرزة نصف عمود، ثم سنرتفع بواحد، اثنان، ثلاثة سلسلة، ثم نقلب الشغل هكذا، وسنشتغل غرزة عمود بلفتين هنا في أول غرزة تقابلنا، كما سبق وقلنا نسحب من حلقتين ثم نسحب من حلقتين ثم نسحب من حلقتين، نلف لفتين، نسحب ثم نسحب من حلقتين ثم حلقتين ثم حلقتين، أي نسحب 3 مرات. العمود الثالث بنفس الطريقة هكذا، سنكرر نفس الشيء، ثم نسحب هكذا قليلا ونأتي إلى هنا في هذا الفراغ، ثم نسحب 5 مرات، 1، 2، 3، 4، 5، ثم ننتقل إلى الغرزة الموالية، ندخل الإبرة ثم نسحب هكذا، نلف الخيط ونسحب من جميع الحلقات، ننتقل مباشرة إلى الغرزة الموالية، ثم ندخل الإبرة، نسحب ثم نرتفع بواحد، اثنان، ثلاثة سلسلة، ثم نسحب من حلقتين، هكذا 3 سلاسل ارتفاع تكون مقابلة 3 سلاسل ارتفاع في الأسفل. الآن سنشتغل 3 عمود بلفتين، الأول، الثاني، الثالث، ثم نسحب 5 مرات، 1، 2، 3، 4، 5. ننتقل إلى الغرزة الموالية، ندخل الإبرة ثم نسحب ونلف الخيط ثم نسحب من جميع الحلقات، ننتقل إلى الغرزة الموالية، نسحب الخيط ثم نرتفع بواحد، اثنان، ثلاثة، عفوا، ثم نسحب من حلقتين. سنواصل إلى نهاية السطر ونشتغل القدر الذي نريده من الأسطر.